لا انا عايزه اقول لك حتى لو انا كنت سمعت منكم انا حاسه برضو ان كل ده نظري، يعني انا مش عارفه جوه برضو لما اقابل الحقيقه الواقع هيبقى فيه ايه. انا معايا الكتاب الكتالوج موجود والحلول موجود، هتتعمل بقى ولا لا؟ صلوا لي بقى. صباح الخير، حلقة جديدة النهاردة من روت شاتس مومز مورنينج توكس. أنا آلاء، انا نورة، ومعنا النهاردة ناتالي. هاي ناتالي، ازيك؟ طبعا محدش عارف مين ناتالي. لا خالص نكره. لا تقوليش كده، انت اهم حد، اكتر حد supported us من واحنا بنخلق الفكرة اصلا قبل اي حاجة. she's a very close friend to me بصراحة، وكلوز فريند برضه ليها. بحشر نفسي انتوا الاثنين صحابي ما تزعلوش. صاحبتنا انت عارف. سبورتر من day one، على طول بتسمع الابيسودز وهي اصلا مثل نص الحلقات كلها. بس يعني انا بسمع التوكس قبل ما تبقى ابسود كمان. يعني هي في التحضير كمان. يعني I was so keen ان انت تبقي موجوده، لان فعلا it's a milestone ان انت تبقي حاضره معانا، ان احنا في حاجه جديده بتحصل. ثانك يا نورة، ثانك يو آلاء. ايه بقى الكلام على ايه؟ بقى اللي ناتالي بتحضر معانا كل التوكس، احنا بس علشان احنا عرفنا بعض ازاي؟ عرفنا بعض في المكتب بتاع الشغل 215 شاوت اوت 215. بنقعد ونلغي ونتكلم على مشاكلنا. وزي ما قلنا في الحلقه بتاعت الصحاب في سيزون 1 ان احنا دايما واحنا بنتكلم كأمهات بننسى ان احنا بندي نيجاتيف انرجي للناس اللي حوالينا، سبيشالي الناس اللي لسه ما عندوش بالفيس دي. فيعني كنا في السيزون الاولاني بنقول انا ونورا ان احنا لازم نخف الموضوع، بس برضه ممكن ما بعرف بصراحه. لا انا بخش امله بس. احنا عندنا سيف سبيس كده بتاعتنا بنعرف نتكلم فيها براحتنا. صدقوني مش كلها نيجاتيفز، يعني انا بحس ان اوقات انا بتعلم منكم، يعني انتوا عديتوا بحاجات كتيره انا مش شفتهاش قبل كده. مثلا لما بتتكلموا مثلا على ازاي بتعملوا ميل كابينج للاسبوع وازاي بتهندلوا الاطفال والطباع المختلفه، لا بحس ديت اكسبيرينس انا عندي البريفليج ان انا سمعتها منكم، فهخش معايا كتالوج ان شاء الله مش عليه بس معايا كتالوج عشان صحابي عندهم الحاجات دي. ابعتوا لي الوصفه بسرعه. بس فبحس لا انه فيها خبرات التوكس دي برضه بتديكي اكسبيرينس، بس اكيد بتاثر عليكي نيجاتيفلي ساعات. اوقات طبعا الواحد بيقلق، لانه برضه اوقات بحس ان انتوا جايين تعبانين من البيت، يعني انتوا ببقى بيتكم الساعه 9 انتوا صاحيين من 5 بتحضروا لانش بوكس وبتلبسوا العين وتنزلوا. لا انا بحس ان يا جماعه المقلوب من على السرير وجايه لكم ماما عامله لي لانش بوكس، انا بعد كده هبقى انا ماما اللي بعمل لانش بوكس. بص لك كده في لانش بوكس ايه ده؟ طب انا اعمل كده. انا فاكره حتى مره كنت بقول لكم يا جماعه طب لو انتوا تعبانين كده ريحوا يومين في البيت خدوا اجازه، قلتوا لي لا ده احنا بنريح هنا. لا ده بالنسبه لي رعب بقى، اللي هو ايه ده الكلام ده كتير قوي. بس يعني ليها وليها يعني بتيجي اكسبيرينس او ساعات بتخوفك. يس ساعات تحسي انك اوفرويلمد، او يعني اللي هو ايه ده لو اخش الفيس ده هعمل كل حاجه ازاي؟ طبعا لانه اوقات انا بحس ان انتوا فيها بتبقوا خلاص اخدتوا روتين، فانتوا بتشتغلوا زي العجله دايره خلاص انا بصحى بعمل ومش حاسه بتاع، بس وانس ان انت قلتيها وقررتيها ورا بعض كلها كده بحس انه لا ده كتير قوي، يعني انا عايزه 6 ايام عشان اعمل حاجات اليوم الواحد. today I did صح. طب امتى بتحسي ان انت اللي هو يعني بجد دي هتتحط في خانه الخبره، وامتى لا دي مش خبره، لا دي نيجاتيف فايبز انا عايزه اجري منها مش عايزه. بص انا بحس ان اوقات انتوا الاثنين بتبقوا كده لبعض، يعني مثلا نورة تيجي تقول لك انا النهارده فريده عملت لي في كذا كذا كذا، بتروحي ده انا عملت مع ريتال وتاليدا كذا وكذا وكذا، فبحس انا من دي انا عماله بتعلم، يعني الله ده اللي اوكي. لكن اللي هو ايه الشكوى بلا جدول اللي هو لا ملهاش حلول، يعني مثلا ايه انا تعبانه وانا ورايا وانا عندي وبعدين طب هو في حل يا جماعه ولا انتوا كده ولا لا هو كده وهتبقى لي ده وتمام وهنكمل بيه. احنا اصلا بودكاست بقى يخلينا نمر اللي هو ايه، واحده تقول حاجه نيجاتيف الثانيه اللي هو ايه
معلش بقول لك احنا الحلقه كنا حاطين امبارح كنا نقول كذا يلا نعمل ايه يعني نطبطب على بعض بتوبكس الحلقات. لا بس عايزه اقول لكم برضو ان الكلام ده برضو بيخليني انه افكر انه لا ده انا لما ارتبط ده انا لازم الشخص ده يبقى على الفرازه لان جوه في هلك تاني ما بعد الارتباط فيرجن تانية اصلا. فلو مش حد سبورتيف ومش حد هيساعد لا الموضوع هيبقى مأساوي يعني. انت عارفه ان انا بقى كانت ريليت لكل اللي انت بتقولي ده. يعني انا لما اول ما اتجوزت كنت ما كانش في السيركل حواليا اصلا حد متجوز. مش عارفه انا قلت المره يا جماعه انا اتجوزت بدري ماشي فايه فكل اللي حواليا صحابي بقى يعني لسه في الجامعه وانا بقى ايه مع نفسي كده. اي كانت ريليت لفكره يعني انا اخدت الخبره كده اللي هو ايه بفتح كده بكتشف. ما سمعتيش قبل كده ما سمعتش قبل كده حد بيقول حاجه اخلي بالي منها بالظبط بقى انا خدت خبره ولا اي جوت اوفر ولا خفت انا شفت كله وش اوكي العكس كله بقى الناحيه الثانيه. انا سمعت كتير قوي كتير قوي بس فانا حاسه ان انا مش موجوده انا عاطف معاكم. انا جايه في النص عادي جدا جوزت زي ما قالوا لي انا كده من النص انت لا ولا كده ولا كده. فمش حاسه يعني انا حاسه ان انا سمعت بس سمعت اللي في فيز المتصاحبين بعدين اللي في فيز المخطوبين يعني فاهم انا ماشيه مع الكتالوج كده زي ما لا انا عديت بقى بالمتجوزين بالمخلفين باللي داخله مدارس ما شفتهمش. فاكيد كل واحد الاكسبيرينس بتاعته مختلفه واكيد برضو كل واحد بيأفكت او يعني بيبقى افكتد من بالحاجات دي بطريقه مختلفه صح. ازاي بقى اقول انه ده بدري او ده متاخر او لا ده في ميعاده مظبوط ده لا مش في ميعاده مظبوط. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها بدري متاخر. انا بحس انه كل واحد بيبقى ربنا بيجهزه للمرحله ديت والمسؤوليه دي. فلو هي جات لي متاخر شويه فهي جات لي علشان انا كنت محتاجه اعداد الفتره ديت محتاجه اشتغل على نفسي محتاجه اطور من نفسي. غيري لا كان جاهز ان هو يشيل مسؤوليه زي دي ويتحمل يشيل الاعباء دي كلها. لبسها بدري ما مركز مش عايزه تقولها. اي اجري صح يعني انت هي فكره بدري متاخر ده ليبل المجتمع حاطه يعني اصلا مش متاخر هو كل واحد ده الميعاد المناسب ليه. والحكمه هيها تعرفيها بعدين عرفتيها يعني اوكي كده ربنا ما بيعملش حاجه وحشه ده كده فاللي بدري ده اكيد كسب حاجات وخسر حاجات تانية واللي متاخر خسر حاجات وكسب حاجات تانية وكل حاجه في وقتها حلوه. انا بحس كده يس بالظبط. ايه البدري بقى ان اديني ميزه ربنا كتب عندك يو كتير استني. لا بس انا بحس ان مثلا ميزات الجواز بدري ان انت فلكس يعني بصي مش عايزه احطها كميزه عايزه احطها على حسب السيتويشن. يعني انت لو متجوزه الشخص الصح فعلا وده شخص مناسب بالنسبه لك انت بقى عندك فلكسبيليتي ان انت احنا لسه بنطبق على بعض بنعرف بعض فنعرف بعض اكتر. غير بقى يعني ما اعرفش ممكن ده تاني تصلحي في الحته دي بس لما بتكوني ما بتنضقي اكتر كل ما بتبقي خلاص انت شخصيتك بقت كده كونتي فلكسبيليتي انك تتنازلي زي الاول. بس برضو لو انت وقعتي في شخص غلط تكتشفي ان انت تنازلتي كتير قوي عشان انت كنتي بتحاولي تبقي فلكسبل توفقي الدنيا وتنازلتي حاجات هي اصلا حقوق. والعكس برضو لما بتبقي كبرتي اكتر بتبقي عارفه انه لا ده الشخص مش مناسب يا اما هوقف الموضوع من بدري يا اما اصلا هحط ليميتس وحدود اللي هو لا هو انا مش هعمل كده. ف يعني بحس ان دي one of the main points. انا بحس انها في النص يعني انا بالنسبه لي بحس ان انا في النص لانه انا عارفه ان انا اتعودت على حاجات معينه وفي نفس الوقت انا حاطه نفسي مكان الشخص الاخر ان هو برضو اتعود على حاجات معينه فانا هروح لحته في النص وهو هيجي لي لحته في النص علشان احنا الاثنين نتقابل لان احنا مبسوطين بالريليشن دي وعايزين نكمل فيها. فكل واحد بيبقى حاطط انه عايز يريح اللي قدامه اكتر فهتلاقيها من غير ما نقولها بنعملها وبنقرب. كل واحد مش مرتاح 100% بس ادينا هو بنحاول نساعد الاخر فبنend up ان احنا الاثنين احنا تمام. هي حته زي دي محتاجه بقى شخصيا ده وعي يعني ان انا مش قاعده يعني عماله اكبر يعني فانا بقيت stubborn اكتر. لا انا انا بكبر فبكتشف نفسي اكتر وفي نفس الوقت عايزه الوعي انه ابقى فلكسبل امتى وما ابقاش فلكسبل امتى. دي ميزه المتاخر بقى بس يعني بحس ان ميزه المتاخر بقى ان انت اشتغلت على نفسك طول الفتره دي. انا قاعده بقالي كتير لوحدي. انا شغلتي الشغله يعني كنت قريت كمان بوست كده على انستجرام انه ما تدورش انت على الشخص المناسب خليك انت الشخص المناسب. فانت
انا بالنسبه لي انا عايزه ابقى حد كويس، حد سوي، بغض النظر ارتبطت او ما ارتبطتش، انا عايزه ابقى حد لذيذ. فخلاص انا ابتديت بقى ادور على كورسات وابتدي اقعد مع نفسي واعمل جورنالينج وابتدي افكر لو في موقف ضايقني انا ايه اللي ضايقني في الموقف دوت. والله والله برافو عليكي. عايزه اقول حاجه كمان بقى، يعني لو احنا بقالك مثلا وقت كتير، مثلا 5-6 سنين مثلا، يعني انت من الاول احنا اصحاب، بس فعلا انا شفت تغيير ده. يعني انا دايما انت بالنسبه لي من الناس الامبرسيف جدا، قد ايه اشتغلت على نفسها واتغيرت وكسرت حاجات هي ما كانتش بتعرف تعملها قبل كده. يعني بجد يعني مثال. شكرا. بجد والله. نور بقى هي اللي شافتني من وانا كنت صغننه لغايه لما لا في تغيير. اشكر. النت الجديده تقول لي النت القديمه. حسيتي بفلكسبيليتي، انت بتعرفي تعملي كل الحاجات اللي انت عايزاها وقت ما انت عايزه؟ ده من مميزات الفتره اللي فاتت. يعني كان عندي فرصه مثلا انه وقت البي اتش دي كان عندي فرصه ان انا اسافر، فما كانش الموضوع صعب قوي ان انا ابص طب لو في حد بارتنر، لو في ولاد اوديهم فين. لا يعني كان بابا وماما انتوا تمام طب خلاص جو اهيد، فيلا نطلع. فكرة بقى ان انا اقدر اسافر مع اصحابي مع اختي جوه وبره بسرعة، الموضوع بيجي يلا ننزل دلوقتي نخرج نروح فين، ماشي يلا. غير انتوا طبعا بتبقوا عندكم مسؤولية انه لا انا مش هقدر اعمل ده دلوقتي، لازم اظبط الدنيا وافكر في كام القرار ده هيأفكت كام واحد. طبعا هي مسؤولية كبيرة. انا بالنسبة لي كانت اسرع ان انا اخد القرارات دي. فمثلا في البي اتش دي انا انجزت بسرعة، خلصت بدري لانه كان عندي وقت. فبرضه نرجع لنقطة الوقت وانه التايمينج صح لكل حاجة، ما حدش يقارن حد بحد. يعني انا خلصت البي اتش دي بسرعة، غيري متأخر شوية بس هو انجز في ان هو مثلا مش انجز يعني، بس عمل مايلستون تاني بالظبط، ارتبط وجاب اطفال فكان مشغول بدوت وهيجيله وقت وهيركز في دوت برضه وهينجح في كاريره. فكنت حاسة ان انا عندي الفلكسبيليتي بتاعت الوقت اللي انجز فيها في كاريري، فكانت حاجة لذيذة. دلعت بما فيه الكفايه. ده كده انا خايفه بقى مني. لا لانش بوكس الحته انا فرحانه هي صح. بقول لولادي ان انا مش هعمل لانش بوكس لحد ما يكبروا كده. بصي على فكره انا مش عايزه لانش بوكس، مش عايزه ماما تعمل لي حاجه، بس هي اللي بتقوم بتبادر. انا مش طيبه زي طنط. ايه دي ليه ده؟ لا مش طيبه زي طنط. كل واحد يعمل اكل. في بقى the complete other side، انه بقى في drawbacks انت حاساها دلوقتي عن زمان. يعني لو كنت خدت الستيب دي earlier 4-5 سنين مثلا ولا حاجه. بصي مش drawbacks اللي هي from the other side حاجات حلوه قوي، مميزات عند آلاء مثلا. بصي انا بس هي الفكره ان انا عشان قعدت فتره طويله فكنت بسمع كتير من ناس لسه داخلين ريليشنز، فبشوف النيجاتيف سايد. انا نفسي بدخل ريليشن فبشوف انه في حاجات لا بخبط كتير. فبقى عندي باك كده اوف ريد فلاجز كل ما اجي شخص جديد يقرب تشيك ليست ثانيه واحده. الريد دي عندك، الريد دي عندك. فطبعا ما كانتش اظرف حاجه في وقت من الاوقات، بس في نفس الوقت كانت ميزه لان انا كونت خبرات، فبقيت عارفه شكل الريليشن اللي عايزه ادخل فيها، شكل الشخص اللي انا عايزه ارتبط بيه. مش بقى الوردي بتاع وانا متخرجه من الجامعه اللي هو المشاعر والاحاسيس وبس، لا انا بقى عندي بالظبط ماتيريتي كده ان انا عارفه انا عايزه ايه. فالموضوع بقى اسهل. حته ان انت بتبقي مش هقول وردي، لان برضو في ناس بيبقى عندها نقطه ان هم حتى وهم صغيرين فاهمين الجواز مش يلا احنا بنحب بعض ونعيش مع بعض في اي سيتويشن، بس برضو مش تبقي متخيله to what extent الموضوع challenge، مش تبقي متخيله to what extent الموضوع فيه هيبقى فيه خناقات كتير وصدمات كتير ما بينكم وبين البارتنر وتفاصيل كتير قوي انكم تتعودوا على الحاجات دي مع بعض. يعني عارفه ان في مسؤوليه وعارفه ان في بيت وان احنا مسؤولين من بعض، بس to what extent دي فعلا مش بتشوفيها غير لما يبقى فعلا انت بتقولي ان في ناس حواليكي فشوفتي بالظبط ايه اللي بيحصل، اللي هو هي للدرجات دي. لا انا ما شفتش اللي هي للدرجات دي ده. لا انا عايزه اقول لك حتى لو انا كنت سمعت منكم انا حاسه برضو ان كل ده نظري. يعني انا مش عارفه جوه برضو لما اقابل الحقيقه الواقع هيبقى فيه ايه. انا معايا الكتاب الكتالوج موجود والحلول موجود، هتتعمل بقى ولا لا صلوا لي بقى.
مش عارفه، بس حاسه انه اوفرول مفيش حاجه اسمها ده، يعني انت الحاجه الكويسه وهي الوحشه، او هي الحاجه الكويسه وانت الوحشه. لا اكيد. بصي هو ده مفيش overall. حاجة صح وبعدين حتة اللي هي مسكة بتقولي على المجتمع والناس بيضغطوا عليكي، يعني هو يلا يلا هنصاحبك انت، يعني اكيد انت واجهتي ده. اللي هو رجاله عم ولا ايه؟ انا بغض النظر رجاله عم ولا لا. هو انا معاكي يا طنط بس اعمل انا طب حلو ده حلو ليه والمامته مش ليا. هي حاسه خلاص لا هي بتتسمع كتير، بس هي الفكره بقى ان انت بتبقى يعني انا في الاول وانا صغيره لا كنت بتوتر وبتضايق، بحس فعلا هو انا متاخره وانا في حاجه مشكله وانا، بس مع الوقت ومع الواحد بيشتغل على نفسه اكتشف انه لا هو كل حاجه في وقتها وكل حاجه هتيجي، الشخص الكويس هيجي في الوقت المناسب، بس الواحد بيشتغل على نفسه في الفتره. بس ما حدش يكربجك انك تاخدي قرار بسرعه او تقدمي تنازلات، لان الموضوع فعلا جوه تقيل. يعني من سمعي ومن شفتي للناس اللي حواليا، لا الموضوع مش يلا نتصور فوتو سيشن لذيذه في الفرح ونعمل فرح ونعمل هاني مون، لا الموضوع اكبر من كده جوه كتير. يعني مش قرار حاسه ان هي it goes back برضو للاهل. يعني لو انت اهلك، عارفه زمان كان في ستيريوتايب كده اللي هو ايه، اتجوزي عشان بقى تسهري براحتك، اتجوزي علشان تسافري براحتك بره، اتجوزي يعني محطين لك دايما ان انت اول ما هتتجوزي كل حاجه هتبقى اكسبتبل وكل حاجه هتبقى مفتوحه قصادك. لا انا ممكن فعشان كده الناس ممكن تتاثر اصلا زي ما انت بتقولي، اللي هو طب انا عندي مشكله، انا مش عارفه اعمل اي مايلستون في حياتي عشان في حاجه معينه انا ما عملتهاش. بس هي لا مش كده، هي انا هعيش حياتي لغايه ما يجي الشخص ده يفت ان بقى في الفريم بتاعي. هذا مستنيه لا انا بصراحه يعني اشكر اهلي قوي في القصه دي، لانه بجد ما كان مديني مساحه انا عايزه الحريه ان انا اتحرك، ما احسش ان في حاجه ناقصاني، انا بنجز في حياتي وببسط وبخرج وبروح وباجي، انا مش مستنيه الشخص اللي هيجي ينقذني. لا ايوه بالظبط. بس انا حاسه موضوع المجتمع ده، يعني انا حاسه عيب عندي وعندك، يعني هي ميزه عندنا قريبتي وبس. يعني انا برضه بسمع الاذر سايد بتاعها، ايه ده ليه عملتي في نفسك كده، كده ليه اتجوزتي بدري. بعدين بقى الكلام بقى اللي هو يعني انا كنت باخد نظرات كده ناس حواليا اللي هو يا عيني كان عندك بوتنشال انك تنجحي وتبقي شاطره طب ما انت ناجحه شاطره يا اله. ما انا بقى كنت لسه في الجامعه، ما هي لسه ما نجحتش. الدكاتره كان بالنسبه لي ايه ده انت عارفه نفسك ليه، ده انت كان عندك بوتنشال انك تبقي الاولى وتبقي شاطره فاللي هو فشلتي نفسك يعني. وطبعا الكلام بتاع كل الناس بتتجوز بدري بيتطلقوا تاني، على قد ما انت كوميتد وعارفه الشخص اللي قصادك وكل حاجه، بس انت ستيل عارفه اللي هو جت فتره بنتخانق كتير، انت دماغك بقى اللي هو فعلا بقى الناس اللي بيقولوا صح. بس فهي يعني فبرضه ده other side، هو المجتمع مش هيسيبك في جميع الاحوال. كده كده في ناس توعد والله صرت الصعبه ميوتي عرفتي في نفسك كده ليه، ايه غالبا انه ايه اخدت الميزه دي ما حدش قال لي حبيبتي عليكي شرطه بالظبط درجه اتجوزت عملت جوه كل المجتمع. بس لا انا عندي يعني مثلا دروباك ان انا اي ديفلوبمنت عايزه اعمله في الكارير بزق عشان اخلص كذا، بزق عشان كده I need support بتاع كل الناس اللي حواليا علشان اعمل مايلستون ممكن تبان في الاخر هي حاجه صغيره جدا، بس I need السبورت بتاع كل الناس. عكس مثلا هي كانت بتقولك في حاجات كتير جدا اكسلت فيها بسرعه لوحدك، فالبيس بتاعك مش زي البيس بتاعي في الجامعه. بس زي ما يعني مش عايزه اريبيت نفس الكلام، بس في حاجات انا خلصتها وهكذا. بس انا هقول لكم ميتا كانت عندكم انتوا الاثنين مش عندي ان انتوا عشان ارتبطتوا يا اما بدري يا اما في الوقت الان تايم على حسب الكوميونتي، انتوا كان عندكم فرصه ان انتوا مثلا تقولوا انا هاجل البيبيز سنه سنتين بسد حياتي، وقرارك سواء هتاخديه او مش هتاخديه هو قرارك. صح. انا بقى شويه بقلق انه ما هو بعد سن معين فرص الجد بتقل، فانا خايفه من ده وخايفه من المجتمع بقى. ما بكره الصبح هيكلموك يقولوا لك مفيش حاجه جايه في السكه. حاسه انه ما بقاش قراري، بقى اجبار. مش اجبار قوي، لا ما هو مش حاجه اجبار في الحياه. خلينا انا متفقين كده ده باختياري انا اللي هقول بس هو تخوف يعني which is برضو مش عايزه اقول ان هو bad side، لأنه في ناس بتتجوز بدري وبتقرر إنها تخلف بدري بس بتظهر ظروف يعني الدنيا تتأخر يعني. صح. مش طريقة لي باد سايد قوي، لأنه برضو كمان يعني
زي ما انتي ما قلتي تبقى عندك awareness، انتي واخدة القرار ده زي consciously كده. لو انا عملت كل حاجة و experience كلها في حياتي وعملت milestones وكل حاجة وكبرت شغلي which is I think دي برضه ممكن مش هقول drawback بس حتة انك يعني انتي دلوقتي دكتورة في الجامعة، يعني حتة مش بسهولة اي حد يبقى بيتقبل فكرة ان واحدة بقت ناجحة او شغلها. يس دي حقيقة. غير بقى ما انا اتجوزت وكبرت وانا متجوزة، يعني كبرت في ماي كارير. يعني انا عايزه اقول لك ان في حد مثلا من اصحاب بابا وماما قالوا لي بعد الماسترز وقفي ما تسجليش PhD عشان كده انت مش هتلاقي فرص. لانه كان وقتها برضه طالع strongly independent women، فالولاد كانت تخاف من نجاح البنات بغض النظر ان هم في الاخر بنت وناجحه بس يعني. ففي الاخر حضرتك كنا ممكن اتجوز وانجح يعني مع ايه الاشمعنى؟ بصي هي overall انا حاسه انه كل حاجه هي بتاعت ربنا، وكل حاجه هي يعني ربنا عامل سيناريو معين ده يعني هيبقى fitting ومناسب واحسن حاجه لكل شخص. فطول ما كل واحد باصص في ورقته ومحدش باصص في ورقه حد الدنيا هتسلك. طول ما طنط ابتهال مش موجوده فها وهنعمل ايه ومين جاي امتى بالظبط، مش حاجه لا كده ولا كده. لا عيال عاجبنا ولا جواز عاجبنا ولا اي حاجه، الدنيا هتبقى كويسه. اول ما بيبقى فيه لو انت مقتنعه من جواكي داخليا يعني ان this is the right time لده او لده او لده اوكي. لما بتسيبي بقى الوساوس او يعني الناس تبدا تتدخل في تفكيرك هتلاقي دايما بتعملي حاجات كتير غلط. بالظبط، انت عماله تحاولي تفكري في سيناريو يرضي الناس التانية ومش بيرضيهم، وفي الاخر السيناريو ده يا مش مناسب معاكي يا مش راضيك يعني. الواحد يبص في ورقته فعلا ربنا ما بيعملش حاجه يعني، دايما الحاجه المناسبه ليكي يعني. وجود لك مستنيين الفرح. يلا بينا. Thank you so much بجد. مبسوطة جدا ان انت كنت موجودة معايا. خالص.